اهلا 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 وسهلا دياموندات ديالي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. ايوا عواشركم مبروكه تدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر. غير سمحوا لي تعطلت عليكم. ايوا اليوم جيت لكم بدي عمرين بالجديد اختي، قصه اللي من الواقع، اللي الاهم ديالي منها اننا نستافدوا من القصه، وفي اللحظه اللي نكونوا معصبين فيها ما ناخدوش قرار وما نزربوش في كلامنا وفي تصرفاتنا، حيت من بعد غندموا على داك التصرف. واذا زربنا في الكلام نقدروا نجرحوا شي حد حتى من بعد غادي ندموا. ايوا بطلتنا بنت بسيطه والحاجه اللي كتهمها هي اما السي البطل شاب عايش على كيفو، الحاجه الوحيده اللي كتهمه السعاده ديالو، واخا تكون على تعاسة ناس اخرين ما كيهموش هو، المهم سعادته هو فقط. ايوا وبلا ما نزيد نطول عليكم اكثر، ندخلوا في قصتنا ونعرفوا الابطال ديالنا ان شاء الله وشنو غادي يوقع بيناتهم وكيفاش غادي يتلاقاو. ايوا يا الله معايا. بنت شابة في عمر العشرينات كانت واقفة قدام المراية وكتقاد في شعرها الطويل الأسود اللي مغطي ليها كتافها، درت ماسكارا لرموشها، دوزت يديها على حجبانها، بقات ليها حاجة وحدة واللي هو العكر. كتسمكيها بس من بعيد ونادي باسمها راديا راديا. مازال كتسمع نفس الصوت كينادي باسمها، ولكن هاد المرة قريب. تفتح باب غرفتها وقضية مازال موجود راسك بنتي الناس كيتسناو. هزت راسها فيها وابتسمت وقالت انا ماما قربت، ما بقى لي والو ندير غير جلوس. قلبت وجهها المرأة العكر شنيفاتها، لبست صباط عالي ولتمشى به بشويه باش ما تطيحش. كتمشي وهي كتمايل، جات من البيت ودخلت تبع عمها للكوزينه. انت بنيتي صبري حتى نلغالك وهزي الصينيه وتبعيني. واخا ماما. خرجت من الكوزينه ودخلت للصالون وهي كتقول مرحبا مرحبا والف مرحبا، شرفتونا. تكلمت المرأة الضيفة وقالت الله يكبر بك اختي عزيزة. جلست جنب ولدها عتبان اللي كان ساخط على الوضعية، وكيشوف سليمان اللي جالس جنب باه ساهي. تكلم الراجل وقال السي عبسلام، كنتمنى زيارتنا تكون خفيفة عليكم. عبسلام بات راديا قال الله ودي انت صاحبي وخويا دارك. تكلم الرجل وقال الله يكبر بيك، وانا اليوم جيت باش نطلب يد بنتكم راديا لولدي سليمان. نزل سليمان راسو الارض وضغط على يده بعصبيه، رفع راسو مرة اخرى وابتسم في وجه عثمان. عبسلام قال ونهار كبير هذا خويا رشيد بط العريس قال كبير بيك وبضيافتك لينا. عبسلام تكلم وقال عائشة وفين يا راديا؟ وقفت بلاصتها وقربت من جهة باب السان وهي كتقول راديا اجا بنتي. سمعت صوت الام ديالها وهي كتعيط لها باسمها. هزات الصينيه وكتمشي خطوه بخطوه، دخلت للصالون، حطات الصينيه فوق الطبله وجلست جنب امها. شاف عبسلام في بنته اللي كانت جالسه وحانيه الراس وقال هذه هي بنتي النواره ديال الدار. ابتسمت وهي كتسمع لباها اللي كيغازلها من طريقه الكلام ديالو عليها. كنخاف عليها وما كنبغيش الدمعه تطيح من عينيها، معزتها عندي ما يعلم بها غير الله. انطق رشيد هو كيقول كون هاني السي عبسلام، بنتك غتكون بنتي ومعزتها بحال معزة بنتي. قال عبسلام اي والله يكبر بيك. ايوا البنات وانتوما هاد الهضره اللي قالوا داروا بها ناسكم ولا ما داروش؟ خليو ليا في لي كومونتير، انا كنقرا كلشي. وباش تسولوني انا اختي ما مزوجه ما مطلقه ما والو، انا غير القصص وانتوما فقط. ايوا نكملوا. قال رشيد ايوا اش قلتو؟ قلبنا داراتو لراديا بنتي انا ما غنوافق تتوافقي انتي. حنا تراسها وتزنقات وخديداتها حمار وما نطقات بحتى شي كلمه. هو يقول رشيد ما تحشميش يا بنتي،
الا كنتي موافقه قوليها، وإلا ما كنتيش موافقه قوليها، كلشي بالرضا ديالك. كتلعب بصبيعاتها في ديال يديها بتوتر. اللي قالوا با انا موافقه عليه. طردق عثمان عينيه فيها وضغط على يديه. من بعد تعرفوا شكون عثمان اللي معصب وما عجبو حال. ويقول عبد السلام هادشي كيبقى ليك بنتي، انت اللي غتزوجي. حنات براسها وقالت بصوت منخفض انا موافقه. قلب عثمان نظراته ليها مخنزر، وقف من بلاصتو وخرج من الصالون. ويقول رشيد ايوا سيادي، الف مبروك علينا، لا حنا غنلقاو نساء بحالكم ولا نتوما غتلقاو بحالنا. هز يديه هو كيقول نقراو الفاتحه. رفعوا يديهم كيقراو الفاتحه. وبعد الانتهاء قال رشيد ومادام حنا معرفتنا قديمه بلا ما نطولوا في الخطوبه غنديروا العرس من هنا لشهر. رفع راسو من الصدمه، شاف الاب ديالو اللي فرحان بتعاسة الابن ديالو. حط يدو على قلبه وهو كيستقبل الصدمه. ويقول عبد السلام ولكن كيفاش نقدروا نوجدوا العرس؟ بنتي ما رخيصاش عليا وبغيت ندير ليها عرس ما تسمعش به في البلاد كلها. ويقول رشيد وعلاش انا ولدي رخيص عندي؟ ان شاء الله الا تعاوننا كاملين غنوجدوا كلشي في هذا الشهر. ويقول عبد السلام ان شاء الله. كلشي ساير على المكتب. وقف رشيد وقفات مراته اللي كانت جالسه جنبه. قرب من عبد السلام وهو كيسلم عليه. مبروك علينا كاملين. ما تصورش حال فرحت صاحبي. تعلموا على بعضياتهم وصلاتهم مع عائشه حدا الباب وودعتهم. رجعت للصالون لقات عثمان قاعد هو مخنزر. مالكم على هاد الزربه؟ لهاد الدرجه البنت رخيصه عندكم؟ قلب النظر ديالو لختو. عثمان خو راديه وانتي كيفاش غير شفتيه قبلتي في البلاصه؟ باش كتفكري؟ بغيت غير نفهم باش كتفكري. راديه قالت خويا مالك كتغوت؟ عثمان طخو قال راه هذا سميتو الزواج ماشي الضحك. غتعيشي مع راجل اخر في دار اخرى غير داركم. اختي عافاك ما تزربيش، راك مازال صغيره وبزاف. قربت عائشه من ولدها عثمان والغو ديالها ضرب له الطبل ديال ودنو. واش انت ما كتحشمش؟ علاش تصرفتي مع الناس بحال هكا؟ علاش وقفتي وخرجتي بديك الطريقه؟ انطق عبد السلام باتراديه قاطعها وقال وزيدنا ولدي حنا ما زربنا ما والو. اختك تبارك الله راه في عمرها 21 عام وهذا هو السن ديال الزواج. انطق عثمان وقال وابا فهمني الله يرحم لك الوالدين. انا راه ما مرتاحش لهاد الزواج، ما مرتاحش لهاد التزويجه بالمره، ما مرتاحش. واش ما شفتيش ولدو كيفاش منطق بحتى شي كلمه؟ كيفو كيف الوليه جالس جنب باه وساكت ما دوى حتى شي كلمه. ها انطق عبد السلام وقال عادي الدري جاي يخطب حشمان. با عافاك بلا ما تبقى تضحك على راسك وعليا وعلينا كاملين. واش ما شفتيش الدري كي داير مخنزر وعاد با من يزرب عليه على حساب شهر ديال من هنا للعرس؟ عائشه تكلمت بغضب وقالت وزيدون ماشي شغلك، ماشي انت اللي غتزوج بيه. هنا عثمان ضرب الطبله برجلو وخرج من الصالون وحل الباب ديال الزنقه ورتخى وخرج. دخل الدار والغوات ديالو مسموع من بعيد. حيد الكرافاطه اللي كان لابس ورماها على الارض، شير بصبعو للاب ديالو وقال هذا سليمان كيدوي مع باه في دارهم. ما غتفرضش عليا شي حاجه بحال هذه، مستحيل. غنتزوج بالبنت اللي انا باغي. علاش كتفل السعاده ديالي بيديك؟ باه شدو من الكوستيم اللي لابس قاج وقال ما غتدخلش ليا السلقوطه للدار. راضيه هي اللي غتزوج، وإلا ما قبلتيش تزوج بيها خرج عليا. الباب قدامك، شوف شكون غيقبل يخدمك عنده بداك نص دبلوم اللي عندك. وبعد هادشي كامل لا مصداع في الدار ديال عائله سليمان، لا مصداع في الدار ديال عائله راضيه اللي عثمان رافض هاد الزواج. داز شهر كله وكان عثمان جالس جنب اخته وحاط يدو على كتفها. اختي واش انتي فرحانه؟ وهي تقول ليه ما عرفتش علاش مخلوع. حطت يدي على وجهه خويا وكان ما كنتش مرتاحه
ما غاديش نقبل من الاول. يا بنيتي كون غتبعتي خوك انت تشوف شنو كيستناك، تبعوا معايا تعرفوا. عنقها وحط يدو على شعرها وقال انت راه اغلى ما عندي، داكشي علاش خايفه عليك. انت راك اختي، ماشي غير اختي، راك بنتي، راك مني، كبدتي، راه ما نقدرش نشوف شي واحد كيتعدى عليك. مسح الدمعة، عزلت بعينو وتبسم في وجهها وقال وحتى الدار غتخوى عليا. شفت فيه وعينيها مغرغرين بالدموع، وانا صعب عليا فراقك اخويا. كانوا مازال جالسين كيدويو، توقفت امو قدام الباب والدموع في عينيها. راضيه؟ واش دار بنتي؟ راضيه عنقت الاخ ديالها ومودعاه. داخل هو حاني راسو، كانت نظراته غريبه، كل شي فرحان الا هو. سليمان العريس شدها من يديها بكراهيه، رفعت راسها فيه وهي كتقول سليمان عطيتك كبت يا ولدي، تهلا فيها عافاك. وهو يقول كوني هانيه اخالتي. طلع في الطوموبيل وتابعينهم لي لوطو الاخرين من اللور. كيضحك صاحبه وهو كيقول ايوا ها انت صاحبي، شكون كان يقول انت تسبقني؟ قال سليمان عمر عافاك وصلنا للدار. وهو يقول عمر ولكن صاحبي عمي باك قال لي نوصلك للوطيل. دق سليمان بغضب عمر قلت لك وصلنا للدار ودابا. قلب الطريق وتابعين الطوموبيلات وراه، شاف مرته باستغراب وقال راشد بط سليمان خديجه هذا فين غادي؟ شتو قلب الطريق؟ خديجه نطقت وقالت ما عرفتش، انت كتضغط عليه من الاول، قال لك ما بغاش يتزوج بيها، علاش هادشي كامل ها؟ ويقول رشيد ما غيلقاش شي وحده احسن من راضيه. وسمعتي؟ غاديين في الطريق وتابعينهم، وقف وحده باب الدار نزل وهي نازله من موراه، وقف الاب ديالو اللوط وحده الباب هو كيقول سليمان وقف وشدو من يدو. فاش نكون كنهضر معاك ما تعطينيش بالظهر، واش سمعتي ولا شنو؟ حنا راه صوت نهد وقال نعم ابا. ماشي قلنا غتمشي للوطيل؟ لا با ما كاينلاش. جرى ديام يديها ودخل الدار. انا بشويه غادي تطيحني، تمشي بلا ما تعصبيني. قد شاده في الحيط وتابعاه، هو جارها. دخلوا للغرفه ديالو، جلس فوق الكرسي بعيد عليها وهي جلست على السرير كيشوفوا في بعضياتهم. جاه اتصال، هز التليفون اللي كان فوق الطبله وقال الو. خنزر فيها وقلب وجهه. قلت لك بلي كلشي وقع بزز مني، واش كتسمعي ولا شنو؟ تكلم الشخص اللي كان متصل كيفاش بزز عليك؟ كاين شي واحد كيبزو عليه شي حاجه بحال هادي؟ انطق سليمان وقال عافاك اللي فيا كافيني، ما تزيديش عليا فهمي. الشخص المتصل واللي كانت باينه انها بنت اسمح لي انا اللي كنزيد فهمك. وقطع الخط، ارمى التليفون ديالو قرب منها، هي اللي هزت راسها فيه بخوف وشدها من شعرها وجرها. شنو جايه باش تدمري لي حياتي ها؟ طلقني، واش تسطيتي؟ شنو درت لك انا؟ طلق مني. جرها من شعرها وهي كتغوت. طلق مني، طلق مني. فتح الباب ديال البيت ونزلها في الدروج ورجليها كيتخبشوا مع الدروج. سليمان طلقني، حفك راه راسي هذا. سمع الاب ديالو الغوات، حل الباب ديال البيت ديالو وخرج كيجري. سليمان شنو واقع؟ طلق من البنت. رفع راسو فيه، هذه هي بنت الناس وبنت دارهم، اليوم غترجع لدارهم. مزوجيني بوحده رخيصه، ما نعرف شحال من واحد قرب ليها ولعب فيها. هزت راسها فيه والدموع نازل من عينيها. جرها مطلعها للطوموبيل، قلع الطوموبيل ديالو ومشى. وصل دار والديها، جرها من الطوموبيل نزلها
ووقف حدا الباب كيغوت. السي عبدالسلام، طلع ليا السي عبدالسلام، يلا خرج 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 خرج، شوف بنتك المربيه الشريفه العفيفه. كان ناعس في بيتو حتى كيسمع الغوات، لبس الجاكيت ديالو، حل الباب كيشوف في اختو والكحول نازل من عينيها. هذا عتمه اللي خرج، واللباس ديال العرس مقطع، وسليمه اللي شادها من شعرها رماها على خوها، جات على كتفو وهي كتبكي، حاط يدو على وجهها وكيمسح دموعها. اختي مالك، شنو واقع؟ شنو وقع عليك؟ هز راسو في سليمان اللي واقف وجي خارجين من ديورهم. انطق عثمان وقال: الوصيه اللي وصيتك على اختي، ها دوي الشماته. سليمان انطق وقال: الشماته؟ ايوا نشوفوا شكون اللي فينا الشماته. ما عرفتش اش من وجه قادر تهضر معايا. عثمان قال ليه: شنو ما فهمتش، علاش كدوي، شنو كتقول انت؟ ويقول سليمان: ايوا سول اختك. عثمان قال: اختي شنو واقع، فهميني، قولي شي كلمه. راضيه في هاد اللحظه كانت غير مصدومه، والدموع نازلين من عينيها، ما قدرت تنطق حتى شي كلمه. ويقول سليمان: شنو بغيتيها تقول؟ يلا ادوي. وقفه ما كتحركش من بلاصتها. عثمان قال: راضيه اختي دوي، مالك علاش ساكته؟ ويقول سليمان: زعما داير راسك ما عارف والو، ها باغي تلبقها فيا، ملصقين فيا فاسقه دوي. هز راسو فيه، قرب ليه شدو من الكوستيم هو شانقو. اخر مره تحل فمك على اختي، سمعتي؟ راه غنقتلك الا نطقتي بكلمه اخرى. حيد ليه يدو اللي كانت على الكوستيم ديالو. ايوا اذا غتقتل وبدا بختك، قتل اختك اللي جابت لك العار، ماشي انا. اختك اللي ما نعرف معاه من غلطات وجات تصلح الغلط ديالها فيا، سحب ليها نقبل بها. قرب لاختو قال: راضيه قولي شي كلمه. اختي هذا شنو كيقول؟ كيحرك فيها ولكن ما نطقت بحتى شي كلمه، واقفه مصدومه من داكشي اللي كيخرج من فم سليمان، وهو اصلا ما قربش حتى ليها باش يعرفها. هز راسو كيشوف الناس اللي كلهم مجموعين والهضره اللي كتخرج من فمهم. هز يدو مسرفقها طاحت على راسها، ما كتحركش، وغير الدم اللي نازل ليها من راسها. خرج رشيد عبدالسلام ومراته تابعاه، جلست على ركابيها وهي كتغوت. راضيه بنتي شنو وقع عليك؟ هزت ليها راسها اللي كان على الارض، كان راسها كله دم. وقف سليمان من بعيد مصدوم من ردة فعل عثمان. وقفات شنقة على ولدها: مالها اختك، شنو وقع عليها؟ تلقات منه كتضرب في جنبها: ناري بنتي كتموت، بنتي كتموت يا عباد الله، شي حد يعتقها، بنتي غضع من بين يديا وشي حد يصون على لومبيلونس، بنتي كتموت. ولي كان واقف في الخلف حاط يدو على قلبه وطاح على وقفته. من بعيد كيتسمع صوت سيارة الإسعاف، والحق عليها صوت ديال البوليس. وقفوا حدا دار عبدالسلام، جبدوا الحمالات من سيارة الإسعاف، هزوا راضية اللي كانت مليوحة على الأرض والأب ديالها اللي كان طايح حداها. والبوليس لقاو القبض على عثمان، جارينو من يدو تبعهم وهو مصدوم كيشوف الدم ديال اختو اللي مازال في الأرض. والجيران كيحاولوا يهدنوه في عائشة اللي سخفانه في الارض، كيرشوا عليها الماء وكيحاولوا يوقفوها. قلع سليمان اللوطو ديالو ويديه كيرجفوا عليه، غادي في الطريق وما عارفش فين، حتى حلات عينيها وهي كتقول: بنتي ديوني عند بنتي، بغيت بنتي. وقف واحد من جيرانهم الطاكسي وطلعت هي وحده من جاراتها: عافاك اخويا السبيطار الكبير. الطريق وهي كتغوت وكتضرف في خادها. الشيفور مسكين ما حلت يركز في الطريق ولا المراه اللي كتغوت حداه. وصلوا للمستشفى، هبطتها جارتها من الطاكسي، دخلوا للطبيب وكتسوى السيكوريتي اللي واقف حدا الباب: عافاك اخويا، واحد البنتيه والاب ديالها جابتهم الاسعاف غير دابا. واش البنت اللي ضربات في راسها؟
ها هي راهي لداخل، دخلت في غيبوبة للأسف. طاحت على رجلها وهي كتغوت. موي بنتي ناري ترزات فيك بنتي، كضرب في فخادها وكتغوت ربي اللي خلقها. جرتها جارتها من يديها، مدخلاها للمستشفى، عاوناتها الفرمليات ودخلتها لغرفة من الغرف اللي كاينه في السبيطار، عطاتها المهدئ وخلاتها تنعس على السرير. واحد شويه جا الطبيب خارج من الغرفه قريبه للغرفه ديالو وكيقول: داك السيد اللي جا مع البنت راه جاتو صدمه. نضت مرفوعه مسكينه وكتقول: كيفاش يا ربي واش غنترزف فيك بنتي وفي زماني؟ دازت سيمانه حتى جا الطبيب عندهم وقال: لا بنتك راه الحاله ديالها شويه، وراجلك راه مازال كيف ما هو، وكيف ما قلت لك بنتك راه مازال عازب. رفعت راسها بصدمه وهو واقف حداها وحاني الراس وقال: سليمان خالتي عافاك سمحيلي، ما كنتش متوقع عتمان غيتصرف هكاك. علاش درتي هكا بنتي؟ باش ادات اش من ذنب دارت؟ ويقول سليمان: ماشي هي اللي ذنبات، با هو اللي ذنب. انا ما كنتش باغيها، هو اللي بزز عليا نتزوج بيها. هز راسو فيها وقال: وبغي يزوجني بها بزز، وانا كنت باغي نتزوج بنت اخرى، كنت باغيها وما عرفت شنو ندير، كنت باغي كيفاش نتفك من راضيه، والحاجه الوحيده اللي فكرت فيها نردها مدلوله ولا نتهمها. ما عرفت شنو درت وما استوعبتش الغلط ديالي حتى لدابا. عافاك سمحي لي، انا راه كنموت كل دقيقه، سمحي لي. حرام عليك، فاش اديناك وفاش اداتك بنتي باش تردها هكا؟ الله ياخذ فيك الحق. اش يقولها؟ قول ما بغيتهاش، ماشي دير لينا هاد الحاله. عرفتي شنو؟ سير بحالك، وكنقسم لك بالله حق بنتي ما غاديش يضيع، وطلق بنتي وصلها، ما عندها ما دير باش مات بحالك. هنا سليمان حنا راسو ومشى، ما لقى ما يقول. كل كلمه قالتها عندها فيها الصح، واش كذبت عليه؟ راه كون جا وقالها من الاول، علاش ردها من الاولى حشومه عليه؟ دازت يومين وهي جالسه قدام باب غرفه بنتها ورجلها، لعل وعسى شي واحد فيهم يعطي شي اشاره. حتى خرج الطبيب وقال: لاله عائشه الحمد لله على سلامتك، السي عبد السلام راه فاق، وغنحولوه للغرفه العاديه وتقدري تشوفيه، وعقبال راضيه ان شاء الله ادعي معاها يكون خير ان شاء الله. خرج السي عبد السلام وتحسنت حالته وقدر يخرج حتى من السبيطار، والبوليس مازال شادين عثمان بيد ما فقت راضيه باش تدلي باقوالها. هنا عثمان يا ربي عبد السلام ناد وقف على حق بنته ورفع دعوة بسليمان بتهمة تشويه والضرب في العرض، وتم القبض عليه. وبعد أسبوع تحسنت حالة راضية وقدرت تدلي الأقوال ديالها للشرطة في قضية خوها ولا حتى في قضية سليمان. حكموا على سليمان ب6 شهور وخوها طلقوه، وغير خرجت حتى هي من السبيطار ارتاحت وجلست مع راسها وقررت تتبع داكشي اللي قال ليها خوها. ها نتوما غادي تعرفوا شنو قال ليها وتبدل حياتها، حيت من طبيعة الحال الجيران واخا تقنعهم باش ما قنعتيهم ما يخطاوكش من الهضره. هنا عائشه هي وعبد السلام قرروا يتحولوا من الحي بعد ما خدات راضيه طلاقها، وقرروا هي وخوها يدفعوا الوريقات ديال اوروبا، ومن حسن حظهم تقبلوا ليهم. ما تفرقوا مع والديهم غير ب66 كشيفه، ولكن خاصهم يوقفوا على رجليهم وما تبقاش صافي لا مطلقه في ظهرها لا هي جالسه، خاصها تكمل حياتها، راه الطلاق ماشي نهايه العالم. هنا راضيه كانت بدات خدات الباك ديالها بنقطه زوينه، وكانت بدات تقرا في فلوسه ديال الهندسه، وداكشي اللي كان هذا قدر انه
يمكنها انها تمشي تكمل قرايتها على برا. ايوا داكشي اللي كان مشات، والحمد لله كان معها خوها اللي كان خدام، حيت كان عنده ديبلوم ديالو هنا في المغرب، وقدر انه يخوليه يخدم تما. خوها خدام وهي كتقرا، وداكشي اللي كان بقات متبعه في قرايتها ومركزه معاها، وعقلها غير مع القرايه، خوات راسها من كل شيء ونسات كل شيء، بقى بين عينيها غير عائلتها، قرايتها وخوها فقط. الحمد لله خرجت من هاد الزويجه، وكانت يعني مازال بنت، يعني تاش من شرفها ما خسرتوش مع واحد ما يستاهلش. الحمد لله كملت قرايتها وتخرجت مهندسه من الاوائل في الجامعه. ايه، وهادشي هذا اللي مكنها من انها تخدم في خدمه كتحمق في منصب واعر غير مع شكون وشكون، وبصالير طب ديال الطب. وراكم عارفين الخدمه في اوروبا ومهندسه من الفوق تيراشراش تيراشراش تيراشراش. وخوها اللي كان ديجا خدام وكيصرف على والديه، هنا تيسرات امورهم وتزاد حتى الصالير ديالها، وقدروا انهم غير بالفن وغير داكشي اللي كيصيفطوا لوالديهم يجمعوا نصيب عندهم في اوروبا ونصيب عند والديهم بلا المصروف ديالهم، وقدروا انهم تعاونوا شراو ميني فيلا على قدهم اللي يعيشوا فيها بربعه بيهم. والديهم تحولوا ليها وتحسنت حالتهم وعيشتهم حتى هي، وبقاو خدامين شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه، حتى قدروا انهم يهبطوا في الصيف كيستثمروا في مشاريع وداروا عده مشاريع. وفي هاد الوقت كله كانت دازت 7 سنين، وهنا راضيه ولات عندها 28 عام وخوها 32 عام، وهذا هو وقت الزواج. ايه ولا لا؟ خوها هنا قرر انه يهبط، وحتى هي تبارك الله داروا داكشي اللي بغاو، الدار، طوموبيل، مشاريع، الوريقات، كل شي كاين الحمد لله. ولكن هادشي ماشي هو هذاك، ما كاينش بحال العيشه قدام الوالدين. راحنا في الدنيا اليوم عايش وغدا ما كاينش، ولا لا؟ قدروا يكملوا يهبطوا، بغاو يهبطوا ويكملوا حياتهم مع والديهم ويعيشوا بعاد على الصداع والمشاكل. هبطوا هنا خوها عثمان اختار واحد بنت الناس، بنت الاصل، وتزوج بها ودار وليدات، وطبعا انا خدام وعنده المشاريع ديالو. اما راضيه اللي ملين هبطات دبرات على خدمه في شركه بوم، في احسن شركه فيك يا المغرب، وداكشي اللي كان بقات خدامه والمدير هنا كان حاط عينه عليها اما وشان الكتاف عراض والطوله والجريده. ايوا وهنا في نفس الوقت ما تنساوش انها كتأسس في الشركه ديالها الخاصه. مشات وطلبت من المدير ديالها انها تتكلم معه، وقالت ليه انا راه الحمد لله راك عارف المسيره ديالي، بما انني اسست شركتي فغادي نخرج من الخدمه، وما كرهتش تكون بيناتنا خدمه. او يقول لها راضيه خدمتك فنه وكنتي معقوله في خدمتك، والحمد لله بفضلك الشركه زادت طورات كتر وكتر، وانا سعيد بهاد الشراكه اللي تقدر تكون بيناتنا. داكشي اللي كان راضيه اسست شركتها وولات مديره، مع انها ايضا عندها دي فورماسيون في تسيير شركات وشحال من حاجه. دارت شراكه مع المدير ديالها وطلبت عمال. ايوا نرجعوا عند سليمان ونشوفوا شنو دار بعد ما خرج من الحبس. باه تبرى منهم داكشي اللي دار للبنت وما تقبلوش، حيت حتى هو عنده البنت، وخرج يقلب على راسو. وهنا بقى ملاوح من خدمه البريكول. اذا به واحد نهار دايز وكيشوف واحد يعني طلب ديال الخدمه ديال الامن سيكوريتي وصافي،
داكشي اللي كان. مشاو دفع السيفي وقبلوه. ايوا حتى كيتصدم بالصدمة الكبرى بالمديرة ديال الشركة اللي هي راضية. شفت فيه وضحكات ودخلت للبيرو ديالها وطلبت من السكرتيرة ديالها انها تعيط له يدخل. شفت فيه وقالت ليه صافا، قال لها صافا الحمد لله. راضية سمحي لي بزاف على داكشي اللي درت فيك. بالعكس كنشكرك بزاف على داكشي اللي درتي، حيت كون ما درتيش داكشي كون راني دابا ما عارفين عايشه، ما كانش عاد تكون عندي هاد الشخصيه القويه ونقدر نوصل لهاد الشيء كله. وكيف ما كنتي باغي تردني مدلوله، انا رديتك مدلول وخدام عندي من الفوق. وكنتاسف انني ما نقدرش نخدم واحد بحالك عندي. كيف ما خل العشره تقدر تدخلني في الخدمه دابا، تقدر تنزل الحوايج ديال الخدمه وتمشي بحالاتك. بابا 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 عطاتو. ايوا اختي ما تقولش لي هي راه مسلمومه، هو بغى يردها مدلوله باش ما تنساش داكشي اللي دار ليها والشوهه اللي دار ليها. حشومه عليه، عبرات عليه، غزات فيه داكشي اللي كان. ايوا بقات خدامه راضيه، والمدير هنا شنو غادي يدير؟ جمع العائله واتصله والفصيله ومشى قصد دارهم وطلب الحلال. هي غير دخلت للدار تصدمات، ما توقعتهاش نهائيا. هو يقول لها انا ما بغيتش ندوي معاكم، بقاو نتلوطوا من هنا لهيه من هنا لهيه. انا راه تبارك الله راه ماشي شي واحد مازال صغير، راه عندي 38 سنه، راه خاصني نتزوج وهذا هو الوقت. هنا عثمان كان من هو من اول المشجعين الراضي على هاد الزواج، حيت كان كيعرف المدير ديالها مزيان، ولد ناس متربي متخلق، وحتى عائلته والله عمرها دار. راضيه وافقت على التزويجه وتزوجات ودارت وليدات، وراها عايشه في هناء ان شاء الله يا ربي. اللي كنتمنى تكونوا عايشين حتى نتوما في فرحه. ما عرفتش هادشي الصواب، ما كنفهمش فيه مزيان. المهم ربي يسهل عليكم في اللي كتمناو وتحققوا احلامكم، ويسر لكم ربي في ولاد الناس اللي يكونوا سند وظهر لكم في الدنيا ان شاء الله يا ربي، وعلاش لا ما يكونوش لكم حتى في الاخره. وهنا كنكون وصلنا لنهايه قصتنا اللي كانت تنال اعجابكم وتكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. واذا عجبتكم ما تنسونيش لي لايك ديالكم، لي كومونتير الزوينه، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. الله يرحم لكم الوالدين. راه هادشي راه ما فيهش ما فيهش يعني جاب سهل ولا شي حاجه، راه فيه واحد التماره، راه لا اله الا الله. شكرا لكم بزاف. كنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، او بالاحرى غير ديروا لايك، غير باش نعرف بانكم كتستمعوا وتقدروا غير هذا المجهود هذا. وشكرا لكم بزاف، وكنحمق عليكم وعواشركم مبروكه.